السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفة النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد الدايب دوب. كل سنة وأنتم طيبين يا جميعا. هعرفك كل أسرار وتكات الكحك عشان يطلع معاكي بالنتيجة الرهيبة دي. بسم الله ما شاء الله. أنا عاملاه بالبيكنج باودر والخميرة، ومع ذلك الرسمة ما اتغيرتش برغم إن الكحكاية في الفرن زادت شوية. هعرفك السر، كانت أصغر من كده وزادت شوية، وبرغم ذلك الرسمة ما اتغيرتش وثابتة زي ما هي، وناعم ودايب دوب يا بنات. أتمنى تجربوه بنفس الطريقة. شايفين حلاوته؟ بسم الله ما شاء الله. كل اللي هيدوقه من ايديك الحلوين مش هيصدق انك اصلا عاملاه في البيت، مش هيصدق، مش هيجي في باله من كتر حلاوة الكحكاية ونعومتها. دايبة دوب يا بنات وفي نفس الوقت متماسكة، حاجة كده جميلة جدا. اهم حاجة امشي على الخطوات واحدة واحدة بنفس الطريقة وبنفس التكات، وهتبقي أستاذة فيه. هيطلع معاكي بإذن الله أحسن من المحلات 100 مرة. أوعدك إن الكحك وطريقة الكحك دي هتشرفك أمام ضيوفك. حاجة كده جميلة جدا. أنا عملته قبل كده في القناة من فترة كده صغيرة، عملته بطريقة مختلفة عن كده. كان النعومة بتاعته وسط، كان مطلوب مني من أحد المتابعين حبايبي اللي هو الكحك الوسط. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكحك الناعم الدايب دوب. أتمنى تجربوه بنفس الطريقة، واستنى تعليقاتكم بإذن الله علشان ما اطولش عليكم. قبل ما نبدأ هنسمي بالله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا هنا يا حبايبي في المقادير كيلو واحد دقيق. هنعمل كيلو كحك، كيلو دقيق واحد متعدد الاستخدامات، او دقيق مخصص للكحك والبسكويت. ومعايا رشة ملح احطها على الدقيق، ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة هنزل بيها برضو على الدقيق، ومعلقة صغيرة ريحة كحك، مش اكتر يا بنات، بنفس المقادير كده. معلقة صغيرة خميرة فورية، دي هركنها على جنب شوية. ومعايا معلقة كبيرة سمسم أبيض، دي أنا جبته سمسم أبيض عشان أنا بحب ريحة السمسم تكون في العجين. هدفيه على النار شوية ياخد لون خفيف. ومعايا 550 جرام سمنة، هي سمنة بلدي على سمنة اللي موجودة في السوبر ماركت. أنا خلطاهم على بعض ومسيحاهم، بتدي طعم جميل جدا زيها زي البلدي الكامل. ده نوع من أنواع الاقتصاد لو عايزة تقتصدي في التكلفة. تلت كوب لبن وربع كوب ماء. ربع الكوب الماء ممكن نزوده يبقى نص كوب على حسب نوع الدقيق. أهم حاجة ما تزوديش حاجة عن كده. أنا هنا دفيت السمسم على النار، خد لون خفيف قوي. هعمل حفرة كده في وسط الدقيق بعد ما قلبت ريحة الكحك والبيكنج باودر، وانزل بيها على السمسم. أكون سخنت السمنة قوي، تتقدح. اقدحي السمنة يعني تسخنيها لدرجة حرارة عالية، وتخلي بالك قوي من ايديك. انزلي بالراحة عشان بتعمل فوران يا بنات، ربنا يحفظنا جميعا. بالراحة، ما تحطيش ايدك معلقة خشب او اي معلقة عندك تكون كبيرة. قلبي بيها بالراحة بالراحة خالص لغاية ما كل الدقيق يتوه في قلب السمنة. هتكون سخنة بدرجة حرارة عالية، ما تحطيش ايدك. ابدأي قلبي بالمعلقة، توهي الدقيق كله في السمنة. وده أول سر يا بنات، قدح السمنة تنزل على ريحة الكحك والسمسم، بتعمل ريحة جميلة جدا في الكحكاية. السر التاني حبايبي مقدار السمنة. كيلو دقيق خد 550 سمنة، سمنة بلدي صافي أو مخلوطة زي ما أنا عملتها كده، ومش هتختلف كتير. أو عايزة تعمليها كمان من السمنة اللي موجودة في السوبر ماركت، هيطلع بإذن الله زي العسل من إيديك الحلوين. أهم حاجة اختاري نوع يكون ريحته حلوة، لأن ده هيفرق معاكي في الطعم. نفضل نقلب كده ونتوه الدقيق في السمن لغاية ما درجة الحرارة تبرد. تحطيش ايدك حبيبتي والسمنة كده سخنة في الدقيق. انا قلتلك كده على سر قدح السمنة. السر التاني مقدار السمنة نفسه. السر التالت، اول ما العجينة تبقى تقدري تلمسيها، امسكي بقى العجينة دي، بسيها كده في ايديكي، ادعكيها بين ايديكي. طبعا لو عندك عجان في الوقت ده هتحطيها في العجان وتقعدي تضربي فيها في العجان كده لغاية مثلا 10 دقايق. انا هنا بحاول ابردها بالمعلقة وادعكها كده بالمعلقة لغاية ما تهدى، وبعدين هدخل ايديا افضل ادعك فيها وابس في العجينة لمدة مش اقل من ربع ساعة. ادعك كده في العجينة بايديا اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. امسكي كده العجينة وادعكيها كده بين ايديكي. ده سر نعومة الكحك حبايبي. نبدأ بقى، خلاص هي هديت كده نوعا ما، نبدأ بقى ننزل
بتلت كوب اللبن. عايزه تستبدليه بالميه استبدليه، بس هو اللبن بيدي برضو نعومه كده وطعم حلو. ونقلب كده ونتوه اللبن في العجينه. احنا مش بنعجن عجن كده، لا احنا بنتوه كده السوائل بقى، خلاص احنا كده بسيناها. امشي على الخطوات وبنفس الطريقه كده، واحده واحده كده، وباذن الله هيطلع معاكي زي العسل. ربنا يحسن ما بين ايديكم. هنتوه كده باقي اللبن في عجينه الكحك. لما اللبن كله يختفي من العجينه، طبعا العجينه هتكون دافيه مش سخنه. ابدأي بقى هاتي معلقه سكر كبيره على معلقه الخميره وعلى الميه اللي موجوده، ربع كوب الميه، ودوبي الخميره دي وانزلي بيها على عجينه الكحك. اوعي تنزلي بالخميره والكحك وعجينه الكحك سخنه، لازم تكوني بعد ما خلصتي بس فيها وتقليب فيها في اللبن، ابدأي بقى انزلي بالخميره، تكون العجينه دافيه عشان الخميره ما تبصش معاكي. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هنزل بمعلقه السكر والخميره على الميه وادوبهم وانزل بيهم على العجينه. طالما متاكده من الخميره بتاعتك فعاله وشغاله، عادي انزلي بيها على العجينه على طول. قلبي وانزلي بيها على العجينه، دوبي بس السكر، وابدأي توهي بقى السائل اللي انت نزلتي بيه دوت الخميره على الميه في قلب العجينه لغايه ما العجينه تتشربها. انا كده حاطه ربع كوب ميه، ممكن يوصل معاكي لنص كوب مش اكتر، لانك لو زودتي ميه الكحكايه هتنشف منك. بصوا كده بقى معايا، شايفين البصامه رسمت الشكل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الرسمه طالعه حلوه. عايزه تشكليها باي شكل بصامه غير دي براحتك، عايزه تعمليها بالمنقاش برضو ده حاجه ترجع لك. انا عملت بالمنقاش قبل كده والطريقه يا حبايبي على القناه. كل ما تكوري كحكايه بصميها على طول، او شكليها بالمنقاش على طول ورصيها عندك في الصينيه او في الصاج، وعلى طول الصينيه اللي تخلصيها دخليها على طول تستوي. احنا مش بنسيب العجينه تخمر لا قبل التشكيل ولا بعد التشكيل. والسر يا حبايبي بعد كده هو السر في التسويه. الكحك بيبقى سمنته كتير، لازم درجه الحراره تبقى هاديه علشان يستوي من جوه. لو خد درجه حراره عاليه هيستوي من بره بس مش هيستوي من جوه، هديكي تاكليه هيلزق في بقك من جوه، وده بقى محدش هيقولك عليه. والخميره اللي انا حطيتها مع البيكنج باودر ما عملتش اي تغيير في شكل الكحكايه. البصامه ما شاء الله عامله الشكل هو بعد التسويه زي قبل التسويه، ما شاء الله الشكل واضح وشكل جميل، مسحتش. برغم ان الكحكايه زادت، الكحكايه انا كنت مشكلاها اصغر من كده بشويه، طبعا زادت في الفرن ما شاء الله الشكل ثابت زي ما هو. علشان في ناس بتخاف تحط الخميره في الكحك لحسن مثلا الكحكايه تنفش بزياده فيبوظ الرسمه. لا يا حبايبي، انا عملتها لكم اهو بالبيكنج باودر والخميره والرسمه ثابته زي ما هي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم. اهم حاجه يا حبايبي الكحك يطلع من الفرن سيبيه يبرد خالص، ما تحركهوش، وابدأي بعد كده لما يبرد خدي الجزء اللي هترشيه عليه سكر. تمام يا حبايبي، بعد ما يبرد تماما رشي عليه سكر، الباقي شيليه من غير سكر. هاتي علبه بلاستيك او علبه صاج اللي عندك حطي فيها كيس نضيف وابدأي رصي وحدات الكحك فيها، وبعد كده غطيها الكيس برضو على وش الكحك واقفليها بالغطا عشان يحتفظ بنعومته لأطول وقت ممكن. النعومة والريحة أهم حاجة في وقت التخزين. الكحك بالطريقة دي ممكن يقعد معاكي إن شاء الله بالشهور، مش هيحصل له أي حاجة، لا ريحته هتغير ولا طعمه هيغير. بس احفظيه بالطريقة اللي قلتلك عليها، وخدي جزء جزء ورشي عليه سكر بودر وقدميه بألف هنا وشفا. كل اللي هياكله من ايديكي هيقولك ايه الجمال ده، وهيطلبوا منك الطريقة. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش الشير لكل حبايبكم واللايك وكومنت حلو كده زيكم يا بنات. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله يا حبايبي، السلام عليكم.